احنا وصلنا لمقبرة ابوك. انت مطلوب بالاسم. ما تخافش كده. شوف اللي قبلك حصل له ايه بسبب، بس انت ما تعرفش نهايتك معايا هتبقى ايه. ابتسامتك دي مش هتدوم عشان انا رجعت. جن ومتصور لكم في هيئة صوت. هو اللي بيحصل في مسلسل المداح ده طبيعي؟ طب الأغنية الشهيرة بتاعت المسلسل اللي أول ما بنسمعها بنفضل نرددها على طول، هل الأغنية دي ليها علاقة بالسحر؟ طب أنت تعرف إن مسلسل المداح ده أصلا متاخد من شخصية حقيقية؟ يعني كان في واحد زي المداح كده فعلا واتأذى بسبب السحر؟ طيب تعالوا نتعرف الأول على شخصية المداح الحقيقية وبعد كده نشوف هل المسلسل ده طبيعي ولا لأ. شخصية المداح اللي احنا عارفينها ان كان في طفل صغير والده كان شغال في اعمال السحر والحاجات دي، والطفل ده لما كبر بدأ ان هو يدخل في مجال السحر ويعمل زي والده لحد ما بيتأذي بسببهم ويقرر ان هو يرجع تاني لطريق الخير. هي دي قصة المداح صح؟ طب سمعت قبل كده عن الساحر داوود محمد؟ الساحر داوود محمد ده ساحر يمني من محافظة ريما، اتولد في عيلة كانت معروفة بالسحر والأعمال والشعوذة والحاجات دي. أبوه كان ساحر كبير وداوود ورث منه الشغلانة دي، كان بيشوف أبوه دايما وهو قاعد في أوضته وبيعمل طقوس السحر والأعمال وبدأ يتعلم منه لحد ما بقى ساحر زيه. وبعد وفاة أبوه داوود كمل في مجال السحر وكان بيسخر الجن في الأعمال اللي بيعملها، وكان بيعمل حاجات كتير علشان يرضيهم. كان فاكر إن هو بيملك قوة كبيرة، ولكن حياته في الواقع كانت مليانة مشاكل كتير. في يوم داوود قرر إن هو يرجع لربنا ويرمي كل الماضي ورا ظهره. بدأ يحكي للناس عن تجربته مع السحر وحذرهم منه جدا، وقال إن السحر ما بيسببش غير ضرر وبس، وإنه بيبعد الإنسان عن دينه وبيخليه يعيش في ظلام دائم. ده طبعا بعد ما أهل داوود كلهم اتأذوا بسبب اللي هو كان بيعمله. داوود دلوقتي بقى بيطلع في فيديوهات وبرامج علشان ينشر الوعي بين الناس وبيشجعهم على التمسك بدينهم والابتعاد عن طريق السحر. طيب ده كان داوود محمد اللي قصته شبه قصة المداح بالظبط. طيب الأغنية الشهيرة بتاعت المسلسل اللي هي لقيناك حابس فجيناك لابس، هل كلمات الأغنية دي مأخوذة فعلا من كتب السحر؟ بص، هي كلمات الأغنية عادية جدا، هي بس بتوصف الأحداث. يعني لقيناك حابس إن هو قافل على نفسه ومتحصن ومفيش حاجة تقدر تقرب منه، فجيناك لابس إن هم بعتوله شيطان علشان يغير له حياته كلها، وهو ده الوصف بتاع الأغنية. طب احنا ليه بنردد الأغنية دايما أول ما بنسمعها؟ لأن اللحن بتاع الأغنية مختلف عن أي لحن احنا بنسمعه، ده غير تردد الأغنية اللي بيخلي عقلك تحفظها بسرعة وتفضل ترددها طول الوقت. لكن الأغنية نفسها ليها علاقة بالسحر؟ لا. طيب عارف ان مسلسل المداح عرض لك بالفعل جرائم حصلت في الواقع؟ لأن في أحد المواسم عرض ان في بنت قتلت أمها باستخدام السحر، والبنت دي كانت أخت صابر المداح، واللي اتقتلت دي تبقى أمه. طيب فين بقى القصة الحقيقية؟ القصة الحقيقية هي قصة الشيخ محمود موافي إمام المسجد اللي ذبح أمه وذبحها تحت تأثير السحر. طب إيه قصته وإيه الحاجة الشبيهة بينه وبين مسلسل المداح؟ محمود كان شاب ملتزم ومتدين وأخلاقه بيحلب بها الجميع، وضيف على كل ده إنه كان إمام مسجد، كان متجوز وعنده ولدين وعايش في بيت العيلة، ووالدته كانت عايشة معاه لأنها كانت مريضة ومحمود كان بيرعاها. الموضوع كله بدأ لما الناس شافت محمود وهو بيعمل حاجات غريبة، بيمشي في الشارع يكلم القطط والكلاب. لما أهله لاحظوا التصرفات الغريبة دي قالوا نوديه لدكتور نفسي علشان يشوف ماله، بس هو قال لا، أنا مش مريض نفسي، أنا معمول لي عمل سفلي، ورفض إن هو يروح لأي دكتور. المشايخ اللي في المسجد قعدوا اتجمعوا مع بعض وقالوا إحنا لازم نشوف حل علشان الشيخ محمود يخف، وعلشان كده جابوا محمود في يوم في المسجد وفضلوا يرقوا فيه، ومحمود ما استحملش الطريقة اللي كانوا بيرقوا بيها، علشان كده خد بعضه وقام جري، ومن ساعتها وما دخلش المسجد تاني. طيب تعالوا نروح بقى لليوم اللي قبل وقوع الجريمة. محمود فضل يضرب في أخوه الصغير بدون سبب وبطريقة وحشية كأن جات له قوة خارقة. تاني يوم محمود صحي على أذان الفجر وقال إن في صوت في دماغه بيأمره إن هو يقتل ابنه. صحى مراته وقال لها هات الواد وتعالي ورايا على السطح. طبعا الست رفضت، ولكن محمود خد الولد وطلع بيه على السطح. مراته لما طلعت وراه لقت محمود واقف وماسك الولد في ايده، وكان ماسك في ايده قطر وعايز يذبح الولد. طبعا فضلت تصرخ، والصراخ ده صح ام محمود وطلعت جري على السلم علشان تشوف في ايه. محمود اول ما شاف امه ساب الولد من ايده وهجم على امه.
مسكها ونزل بيها على السلم لحد ما خرجوا من باب البيت ودخلها المحل بتاعه اللي تحت بيتهم، قفل عليها الباب وبعدها خرج وهو عمال يصرخ ويصوت ويقول انا خلاص قتلتها. والناس طبعا اتلمت ودخلوا المحل وشافوا ام محمود وهي مذبوحه. طبعا بلغوا الشرطه ورجال الامن قبضوا على محمود. ومحمود اثناء المحاكمه معاه فضل يقول ان هو كان معمول له عمل سفلي وما يعرفش ازاي اصلا هو عمل كده. كل اللي هو كان مستوعبه ان كان في صوت في دماغه بيأمره ان هو يقتل امه، وما شافش اي حاجه قدامه ولا استوعب اللي حصل الا لما رجال الامن خدوه وطلعوا بقى على اسم الشرطه. وفضل يبكي ويقول ان هو ندمان جدا وزعلان لان اللي ماتت دي تبقى امه، وان هو عمره ما هيفكر ان هو يأذيها. المهم اتحكم على محمود بالاعدام، ولكن بعد فتره محمود عمل استئناف والاستئناف اتقبل والحكم اتخفف من الاعدام للسجن المؤبد. دي كانت قصة الشيخ محمود، وعلى فكرة القصة دي حقيقية وواقعية وحدثت بالفعل في مصر، ونفس الفكرة اللي حصلت في مسلسل المداح عن البنت اللي قتلت أمها وهي تحت تأثير السحر. طيب هل مسلسل المداح فيه خطورة علينا؟ أكيد طبعا لو جينا نحسبها بالعقل هنلاقي إن مفيش أي خطورة علينا من المسلسل ده أو أي مسلسل شبيه ليه. ده مسلسل بيعرض لك أحداث مرعبة، وعادي فيه كتير جدا مسلسلات وأفلام أجنبية وعربية بتتكلم عن الرعب النفسي والجريمة والرعب الدموي والشياطين والأشباح والحاجات دي. يعني التصنيف ده فيه منه كتير. هو ممكن يكون الأذى اللي جاي منه الهلاوس اللي بيسببها لنا، لأن طبيعي لما بنتفرج عليه بنتأثر بالمشاهد اللي فيه، والعقل الباطن بيهيئ لنا حاجات وبيخلينا نشوف خيالات رايحة جاية. يعني تبقى قاعد في اوضتك بالليل بعد ما اتفرجت على المسلسل وتشوف خيال عدى من قدامك بسرعة وانت متأكد انك لا نايم ولا بيتهيأ لك، بس كل ده في الواقع مش حقيقة، لأن عقلك الباطل هو اللي هيئ لك كده، لأن انت اندمجت جدا مع المسلسل. وفي الموسم اللي جاي ده اللي هيتعرض في رمضان 2025 المداح واضح كده انه هيوصل بينا لمرحلة كبيرة جدا، لأنه جايب لك المسيح الدجال وشخصيات من عالم الجن بأسماء ووصف حقيقي. فخلونا نستنى ونشوف ايه اللي هيتم بعد كده. سلام عليكم.